حبايبي، قبل ما نبدأ الملخص تعالوا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. جيت وجبت لكم ملخص الجزء 19 من المسلسل الباكستاني ملاذي الوحيد. وقفنا في الحلقة اللي فاتت عند لالا لما ضرب غازي بالنار، وسيهان صحي من النوم وهو مخضوض جدا. طب لو عاوزين تعرفوا انا بقصد اقول ايه، تعالوا بينا نشوف الملخص مع بعض، بس يا ريت تكملوا للآخر ويلا بينا. وغازي بيكون نايم على الأرض وهو ميت، ولالا بيقول لزكريا انه لسه انتقامي ما انتهاش، وزكريا بيقول له عارف بس ما تقلقش، انتقامك مش هياخد وقت كبير، وبما اني انهيت مهمة فاكيد هنهي مهمتي التانية، ثق فيا. ولالا بيقول له لا، ثقة ايه بقى اللي انت عايزنا ثقها فيك بعد ما كنت غازي اللي بقالك سنين طويلة شغال معاه؟ وزكريا بيقول له انا كان عندي سبب لخيانته، انما انت بقى هخونك ليه؟ ولالا بيضربه بالنار هو كمان. وهنا بقى بيكون سيهان واقف حزين وبيكون متضايق جدا، وبتدخل إلهام على سيهان وبتقول له البقاء لله، باباك مات. وسيهان بيتصدم، وإلهام بتقول له في حد ضربه بالنار. وسيهان بيطلع يجري يروح على البيت وبيكون مصدوم ومش مصدق اللي حصل، وبيقعد جنب جثة باباه وبيفضل يعيط. وفجأة بيقف سيهان وبيسأل الرجالة مين اللي قتله، وبيقولوا له لالا. وسيهان بيتضايق أكتر، وهنا سيهان بيشيل نعش باباه. وهنا سيهان بيدخل مكتب باباه وبيكون حزين جدا، وإلهام بتدخل عليه، ولما بينتبه لها سيهان بيسألها انت جيتي امتى؟ وإلهام بتقول له لما انت ما كنتش هنا، وعلى كل حال انا جيت علشان اقولك اني رايحة على البيت. وسيهان بيقول لها خليكي هنا، وكده كده بابا خلاص ما بقاش موجود. وإلهام بتقول له عارفة، ومع ذلك انا عاوزة اروح على البيت. وسيهان بيقول لها انت معاكي حق، وطلع فعلا بابا كان بيحبني اكتر من نفسه، وعلشان كده ضحى بحياته عشان ينقذني. وإلهام بتقول له خليك قوي. وسيهان بيقول لها ومنين هجيب القوة؟ بابا كان هو مصدر قوتي. وإلهام بتقول له غالبا احنا بننزعج من الاشخاص اللي بنحبهم اكتر من غيرهم، وبنكون عاوزين نقول لهم حاجات كتير قوي لكن ما بنقولش وما بنحسش بالحقيقة غير بعد فوات الاوان. وبيقول لها سيهان فعلا فات الاوان، لكن عمري ما كرهت بابا، انا كنت متضايق منه وبس، واخر مرة جيت علشان اقابله طلب مني ان انا احضنه لكن انا رفضت، بالرغم من انه كان واقف قدامي ودراعاته الاتنين كانوا مفتوحين لي، لكن انا ما اهتمتش وسبته ومشيت بكل بساطة. وبيقول لها انا غلطان في حقه. وإلهام بتقول له اللي كان واقف قدامك ما كانش باباك، ده كان قاتل إليف، وعلى كل حال انا همشي وانت بقى خد بالك من نفسك. وهنا تشاندا بتوقف إلهام وبتقول لها إلهام انا عارفة انت ليه وقفتيني. وتشاندا بتقول لها طب طالما عارفة ليه عاوزة تمشي؟ ليه عاوزة تسيبي سيهان لوحده وهو في امس الحاجة ليكي؟ وإلهام بتقول لها لان الاشخاص اللي سيهان محتاج لهم موجودين معاه بالفعل، وبتطلب منها تاخد بالها منه. وتشاندا بتقول لها أرجوكي خليكي معاه. وإلهام بتقول لها أنا حميت سيهان بقدر استطاعتي، وأنا عارفة إنه بيمر بوقت صعب جدا بسبب إن هو فقد باباه، لكن سامحيني لأن الراجل ده كان قاتل أختي، وأنا مش عاوز أفضل مخصوص عشان ما أقولش حاجات سيهان مش هيحب يسمعها. وبتمشي. وتشاندا بتدخل على سيهان وبتقول له أنت قاعد هنا ليه؟ قوم معايا يلا. وسيهان بيقول لها أنا عاوز أفضل هنا شوية. وبيسألها زكريا فين؟ استدعيه عشان عاوز أتكلم معاه شوية. وتشاندا بتقول له زكريا حاليا في المستشفى. وسيهان بيقول لها بدهشة ليه؟ وتشاندا بتقول له سجاد اتصل وقال ان زكريا هيخرج من المستشفى قريب. وسيهان بيقول لها تمام ماشي، طب اخرجي انت وانا شويه كده وهخرج. وهنا بيظهر زكريا في المستشفى، وبيرجع زكريا فلاش باك للمشهد اللي لالا ضربه فيه بالنار، وبيكون لالا ضربه في دراعه، وبيقول لالا لزكريا انا عملت كده عشان محدش يشك فيك، ولو حد سألك قول انك وقفت ضدي وحاولت تنقذ غازي لكن ما قدرتش. وهنا بتقول سوريا لالا لسه دين دم ابني ما تسددش لحد دلوقتي، لان قتل غازي مش معناه سداد ديني، وده سوء فهم منك لانك لحد النهارده ما تعرفنيش كويس، وانا مستحيل اعيش مرتاحه واللي قتل ابني لسه عايش وبيتنفس براحته. ولالا بيقول لها هو انت هتعلميني اعمل ايه وما اعملش ايه؟ وسوريا بتقول له ايوه، لان الام اللي شافت جثه ابنها الشاب مش ممكن تعيش في سلام ابدا. وبيقول لها لالا خلي عندك شويه صبر لاني هقتله هو كمان، ما تنسيش ان العجله من الشيطان. وسوريا بتقول له يا سلام انت كمان خليتني شيطانه، وبتطلب منه ان هو يجوز رانيا الاسكندر علشان تفضل تحت رعايتهم هي واخوها. وهنا بيخرج زكريا من المستشفى وبيقعد تحت رجل سيهان وبيقول له سامحني لاني ما قدرتش انقذ ابوك.
وكنت اتمنى ان الرصاصة اللي موتته كانت تيجي فيا انا بداله. وسيهان بيقول له انا عارف انك حاولت تنقذه. وزكريا بيقول له وايه فايدة المحاولة طالما ما قدرتش انقذه، وبيمثل العياط قدامه وبيقول له يا ريتني كنت مت معاه. وسيهان بيقول له تماسك بقى وقوم اقعد على الكرسي يلا. وبيقوم زكريا وبيقول له انت لازم تمشي من هنا لان حياتك في خطر كبير، وما ترجعش تاني لما اخلي لالا يدفع ثمن موت باباك. وبيمثل ان هو خايف عليه وبيترجى ان هو يسمع كلامه. وسيهان بيقول له انت لو كنت مكاني كنت هتعمل ايه؟ وزكريا بيقول له كنت همشي طبعا. وسيهان بيقول له انا متأكد انك ما كنتش هتسمع ابدا. وزكريا بيقول له تعرف ان باباك قال لي نفس الكلام قبل ما يموت؟ وسيهان بيقول له قال لك ايه؟ وزكريا بيقول له قال لي خلي سيهان يروح على امريكا، ولحد اخر لحظة كان بيفكر فيك لانه بيحبك قوي. وسيهان بيقول له ازاي بابا وصل على هناك وليه كان رايح؟ وزكريا بيقول له كان رايح عشان يحل المشكلة مع لالا ويخليك تعيش في سلام وأمان، كان عايزك ترتاح. لكن بمجرد ما وصلنا رجالة لالا هجمونا، وقبل ما اتمكن من الرد ضربني لالا بالنار في دراعي، فتوسلت له كتير جدا وترجيته عشان ما يقتلش باباك، لكن ما سمعليش لأن فكرة القتل كانت مسيطرة عليه تماما. وسيهان بيقول له معنى كده ان بابا تم استدراجه على هناك بالخداع. وزكريا بيقول له بالظبط كده، ولحد ما اخلي لالا يدفع الثمن انا مش هرتاح ابدا وما تقلقش ابدا لاني ههتم بكل حاجة هنا، وانت روح على امريكا لان دي كانت رغبة باباك الاخيرة، ولو ما نفذتهاش هتتحمل امر عصيانه لمدى الحياة. وبيعمل نفسه ان هو حزين وبيعيط. وسيهان بيقول له قوم بس قوم امشي انت وانا هفكر في الموضوع ده كويس وهبقى ابلغك بقراري النهائي. وهنا بتقول إلهام لسيهان انت لازم تسمع كلام باباك، لازم تمشي من هنا. وسيهان بيقول لها ازاي عايزانا اسيب اللي قتل بابايا؟ عايزانا اسيبه واهرب من هنا ازاي؟ وإلهام بتقول له امال انت عايز تفضل قاعد كده وتقتلهم يعني؟ وسيهان بيقول لها ايوه هقتلهم. وإلهام بتقول له انا مقدرة اللي انت فيه لكن ده مش الحل. وسيهان بيقول لها بابا اتعرض للخيانة لانه كان رايح على هناك عشان يتكلم مش عشان يقاتل، واتقتل عن طريق الخداع. وإلهام بتقول له بص اللي حصل مع باباك ده كان نفس اللي بيعمله طول حياته. وسيهان بيتضايق وبيقول لها انت تقصدي ايه يعني؟ وإلهام بتقول له اقصد ان باباك حصد اللي زرعه، وبلاش انت كمان تكرر نفس غلطه لان ده العالم بتاعه هو مش العالم بتاعك انت خالص، ويمكن عشان السبب ده زكريا طلب منك تمشي من هنا. وبتقول له دي كانت أمنية باباك الأخيرة ومن فضلك احترمها. وبيقول لها سيهان أنا مش هقدر أمشي من هنا لأني لو سبت كل حاجة ومشيت من هنا مش هقدر أسامح نفسي أبدا. وإلهام بتقول له ولو قتلت مش ممكن أسامحك أبدا. وسيهان بيقول لها امشي من هنا وارجعي على مكان ما جيتي. وإلهام بتقول له لا أنا مش همشي من غيرك. وسيهان بيقول لها وأنا مش هقدر أجي معاكي للأسف ولا هقدر أروح على أي مكان تاني قبل ما أقتل لالا. وإلهام بتقول له النهاردة بس أنا شفت باباك فيك فعلا اللي خلت ما ماتش. وسيهان بيقول لها أنا عاوزة أنتقم من اللي قتل بابايا، إيه الغلط في كده؟ هو أنا المفروض أسيبهم؟ وبتقول له إلهام أنا ما شلت السلاح وانتقمت منك، أنا لجأت للقانون. وسيهان بكل عصبية بيقول لها قانون؟ والقانون ده حققلك العدالة يعني؟ وإلهام بتقول له كان هيحققها لكن أنا اتراجعت علشانك. وسيهان بيقول لها بغضب مستحيل كان هيحققها لك. وإلهام بتقول له ده اللي انت مؤمن بيه وعلشان كده انت عاوز تلجأ للسلاح. وسيهان بيقول لها لاني عارف كويس قوي ان العدالة مش هتحقق اي حاجة. وإلهام بتقول له كفاية بقى وتأكد ان مستنقع الانتقام اللي انت عايز تدخله ده ما فيهوش سبيل للرجوع. وسيهان بيقول لها انا كنت معتقد انك هتفهميني وعلشان كده انا جيت لك لكن الظاهر بقى اني كنت غلطان. وإلهام بتقول له انا فاهمة ألمك كويس قوي لكن انت اللي مش عايز تفهم. وبتقول له ارجوك ثق فيا لان قتل الروح بتألم قوي، ارجوك بلاش تعمل كده لانك مش هتقتل لالا بس، لا ده انت هتقتل اشخاص كتيرة تانية معاه. وبتترجى ان هو يتراجع لانه مش زيهم ابدا. وسيهان بيقول لها عاوزة نعتمد على القانون؟ وإلهام بتقول له ايوه. وسيهان بيقول لها تمام ماشي لكن لو القانون ما حققليش العدالة اللي انا عاوزها ساعتها بقى انا هعمل كل اللي انا عايزه. وبيسيبها ويمشي. وبيروح المفتش مظهر يعزي سيهان وبيقول له بابا كان صاحب افضل كتير علينا ولو عاوز مني اي خدمة انا تحت امرك. وسيهان بيقول له انا عايز اقدم بلاغ رسمي ضد لالا لان هو اللي قتل بابا. والمفتش بيقول له بس احنا لما رحنا ناخد افادة زكريا في المستشفى ما قالش حاجة زي كده مع انه كان مع باباك وقت موته. وسيهان بيقول له اظن انك عارف كويس قوي ليه زكريا قال كده. والمفتش بيقول له في الحقيقة انا عارف كل حاجة من البداية للنهاية في القضية دي وهقدم البلاغ بناء على رغبتك
لكن عايزك تعرف كويس قوي ان لالا اتقدمت بلاغات كتيرة جدا ضده قبل كده، من ابتزاز لاستيلاء على الممتلكات لخطف القتل، ومحدش قدر ياخد معاه حق ولا باطل، وبلاغك ده هيكون اضافة مش اكتر. وسيهان بيقول له قدم البلاغ انت وبس، وانا بقى هتولى الباقي. والمفتش بيقول له تمام ماشي، لكن عاوز اقولك على حاجة مهمة من تجربتي في الخدمة لمدة 25 سنة، وانا واثق من اللي هقوله لك. في شخص معاك لكن بيشتغل لصالح لالا، اعرف مين الخاين ده الاول، وبعدين هيكون من السهل عليك اصطياد لالا. وسيهان بيقول له انت تقدر تعمل ايه علشاني؟ والمفتش بيقول له كل حاجة الا اني اضحي بحياتي. وسيهان بيقول له تمام، اولا وقبل اي حاجة اعرف لي مين هو الخاين ده، وبعدها ابقى قدم بلاغ رسمي ضد لالا. والمفتش بيقول له يعني مهمتين في وقت واحد؟ تمام ماشي. واعتبر اني وصلت لعتبة الخاين من غير مصدر اي صوت. وهنا بيحلف زكريا لالا انه اول ما وجه مسدسه ناحيته كان هيموت من الخوف. ولالا بيقول له وانا شفت ده على وشك. وزكريا بيقول له بس المفروض طالما كنت هتضربني بالنار كنت تقولي الاول. ولالا بيقول له انا لو كنت قلت لك ما كنتش هنشن على دراعك، لا انا كنت هقتلك خالص. وبيضحك زكريا ضحكة صفرة كده وبيقول له طالما كده بقى يبقى انت فعلا عملت الصح. ولالا بيقول له بحزم انا عايزك تسلمني سيهان. وزكريا بيقول له بس كده؟ ده انا اقدمهولك على طبق من فضة زي ما سلمت باباه بالظبط. ولالا بيقول له امر غازي يوسف كان سهل لانه كان عاجز وكان محطم، علشان كده وقع في فخنا بسهولة، انما سيهان ذكي جدا ومش هيقع تحت سيطرتك بسهولة. وزكريا بيقول له لا ده انت ما تعرفنيش كويس بقى، ده انا هخلي سيهان ده يبقى تحت سيطرتي خالص، بس انت سيب لي الموضوع ده وما تشغلش بالك بيه. ولالا بيقول له حدد لي ميعاد. وزكريا بيقول له لا مش هقدر احدد لك ميعاد. وبيسأله هتدفع كام؟ ولالا بيقول له اكتر بكتير من اللي انت ممكن تتخيله. وزكريا بيقول له طب ونسبتي في الشغل هتبقى كام؟ ولالا بيقول له من 30 ل 70. وزكريا بيقول له خليها 50. ولالا بيقول له انا اللي هحدد بعد ما تخلص شغلك، وما تحاولش انك تتذكى عليا لان انا بقى مش زي حد، ده انا بخيط اكفان الخونة بايدي. وزكريا بيقول له طب ولو انت اللي خنتني؟ ولالا بيقول له انت لسه ما تعرفنيش كويس، انا لما بقول كلمة بفضل ملتزم بيها لحد موتي. فزكريا بيقول له تمام اتفقنا. وبياخد الندل شنطة الفلوس تمن بيعه الغازي وبيمشي على طول. وهنا بيقول المحامي لسيهان انا جهزت كل الاوراق وهقدمها للمحكمة النهاردة، لكنها هتاخد شوية وقت، وبمجرد ما يدولنا رقم القضية هتصدر المحكمة لالا اشعار فورا. فبيشكر سيهان وإلهام المحامي، وبيقوم المحامي يمشي. وبيقول سيهان لإلهام بناء على طلبك انا عملت اول خطوة. وإلهام بتقوله وعشان كده أنا هفضل جنبك لحد آخر خطوة. وبيبص لها سيهان بعاطفة. وبيدخل عليهم زكريا وبيقول لسيهان هو المحامي كان بيعمل إيه هنا؟ وسيهان بيقوله كان هنا عشان أنا قررت الانسحاب من أعمال بابا الغير قانونية. وزكريا بيستغرب وبيقوله إزاي يعني؟ فبيقول له سيهان اولا كل الاراضي اللي استولى عليها بابا بشكل غير قانوني انا هرجعها لاصحابها. وزكريا بيقول له انت لو عملت كده هنبقى كلنا في الشارع وكل حاجه هتتدمر. وسيهان بيقول له لان لسه ما خلصتش كلامي. وزكريا بيقول له تمام كمل. وسيهان بيقول له الاراضي اللي بقولك عليها دي هتقابل اصحابها وتعرض عليهم تمنها في الوقت الحالي، ولو وافقوا يبيعوها يبقى الموضوع انتهى. فبيقول له زكريا طب ولو رفضوا؟ فبيقول له سيهان وقتها هرجع لكل واحد حقه. وزكريا بيقول له طب ممكن نأجل الكلام في الموضوع ده شوية لحد يعني ما تستعيد نفسك كويس. وسيهان بيقول له انا كلامي نهائي. وزكريا بيقول له بص انا عايزه اقول لك ان الاراضي دي احنا ما بنستولاش عليها الا بعد ما اصحابها بيرفضوا انهم يبيعوها، والا هيكون ايه الداعي علشان نستولى عليها يعني. وسيهان بيقول له بقول لك روح قابل اصحاب الاراضي دي وغير طريقتك في الكلام معاهم، ولو حد منهم حب يقابلني بلغني على طول. وزكريا بيقول له تمام ماشي وبيقوم يمشي. وإلهام بيكون مبسوطة منه جدا وبتقول لسيهان ايه كل ده؟ وبيقول لها سيهان دي طريقتي، وتقدري تقولي ان ده كان السبب الحقيقي ورا خلافي طول الوقت مع بابا. وإلهام بتدعمه وبتقول له انا هكون معاك في كل حاجة. وسيهان بيقول لها وانا متعودتش اكون عبء على حد. وإلهام بتقول له وانا كمان متعودتش اشوف شخص في ازمة واسيبه. وسيهان بيقول لها ارجوكي لو لقيتيني بغلط في يوم من الايام وقفيني، لكن لو كنت على حق ادعميني. وإلهام بتقول له انت من هنا ورايح مش هتكون لوحدك ابدا لان طول الوقت هكون معاك. وهنا سيهان بيوصل إلهام على البيت. وإلهام بتقول له انت مش هتدخل؟ وسيهان بيقول لها لا
لاني عندي شغل كتير قوي ولازم اخلصه، وبيشكرها لانها ما خلتوش يحس بوحدته. وإلهام بتقوله كان هيبقى افضل لو قلتلي انك سعيد بوجودي معاك. وسهام بيقول لها طب ما انت معايا بالفعل. وإلهام بتقوله بصراحة بقى انا خايفة عليك قوي لانك بتتحرك بعربيتك بدون اي حراسة، وبعدين مفيش امان. وسهام بيقول لها انت خايفة عليا بجد؟ وإلهام بتقوله ايوه طبعا، خايفة على القلب اللي بيدق في صدرك ده. وسهام بيقول لها كنت هبقى مبسوط اكتر لو قلتيلي ايوه. وإلهام بتقوله احيانا الصمت بيعبر عن اللي بيعجز اللسان يقوله. وبتقوله امشي بقى لانك اتأخرت. وسهام بيقول لها هو انا ممكن افضل معاكي للابد؟ وإلهام بتقوله والله هفكر في الموضوع ده. وبيفضلوا هما الاتنين يبصوا لبعض باعجاب وسعادة. وهنا بيقول وزير لاخته الظاهر اننا هنموت هنا. ورانيا بتقوله بطل جنان وما تيأس من رحمة ربنا ابدا. ووزير بيقول لها انا مبقتش قادرة اتحمل. ورانيا بتقوله انت ليه بتقول كده؟ وبتحط ايديها عليه وبتتفاجئ بحرارته المرتفعة جدا وبتقلق عليه. ووزير بيقول لها سيبيني انا عاوزة اموت. لكن رانيا ما بتسمعلوش وبتقوم تخبط على الباب وبتقول في حد هنا؟ افتحوا، بقول لكم افتحوا بسرعة لان وزير اخويا صحته مش كويسة ولازم يروح للدكتور. وبتفضل تخبط وبتنادي لكن بدون فايدة عشان محدش بيرد عليها. وبتقول رانيا الوزير ارجوك اجمد وما تصعبهاش عليا اكتر ما هي صعبة. وبيقول لها وزير ما تقلقيش صدقيني انا بخير. وبتسيبه رانيا وبتقوم تخبط تاني. وسوريا بتفتح من بره وبتقول لها رانيا اخويا تعبان قوي، خدوا حياتي لو عاوزين بس سيبوه هو يمشي. وسوريا بتقول لها حياتك ما تهمنيش في حاجة وهنسيبه كده لحد ما يموت. ورانيا بتترجاها انها ترحم اخوها وتعمل فيها اللي هي عايزاه. وسوريا بتقول لها انا موافقة اعمل كل اللي انت عايزاه لكن بشرط واحد بس. ورانيا بتقول لها انا مستعدة انفذ اي شرط الا ان اقتل سيهان. وسوريا بتقول لها وانا مش عايزاكي تقتليه. وهنا زكريا بيقول لسيهان اصحاب الارض مش ناويين يتخلوا عنها. وسيهان بيقول له طب خليني اقابلهم. وزكريا بيقول له تمام ماشي زي ما تحب بقى. وسيهان بيقول له انا عايز اسالك على حاجه. وزكريا بيقول له اتفضل اسال. وسيهان بيقول له انت فعلا حاولت تنقذ بابا؟ وزكريا بيقول له ايوه طبعا. وسيهان بيقول له امال ليه توسلت اللالا؟ وليه ما وقفتوش تحت تهديد السلاح؟ وليه الرصاصة جت في دراعك مش في أي مكان تاني؟ وزكريا بيتوتر وبيحس بالارتباك وبيقول لسيهان أنت بتشك فيا ولا إيه؟ وسيهان بيقول له أنا لو كنت بشك فيك ما كنت سألتك وكنت هعلن حكمي عليك مباشرة. فزكريا بيقول له الموضوع زي ما قلت لك قبل كده إن كل حاجة حصلت فجأة لدرجة إني ما كنتش فاهم حاجة وكنت بعمل كل اللي يجي على بالي. وسيهان بيقول له بابا كان بيثق فيك ثقة عمياء وانا كمان بثق فيك وعشان كده سألتك على اللي في قلبي وبتمنى انك ما كنتش زعلت مني. وزكريا بيقول له لا طبعا ما زعلتش. وسيهان بيقول له احنا لازم نعرف مين اللي في وسطنا وعلى اتصال بلالا. وبيسأله انت بتشك في حد؟ وزكريا بيتوتر اكتر. وسيهان بيقول له لو بابا كان عايش انا كنت سألته لكن بما انه بقى ما بقاش موجود فانا ما فيش قدامي حد تاني غيرك عشان اسأله. وبيقول له ما تعرفش لالا مخبي رانيا واخوها فين؟ وزكريا بيقول له لا بس انا مش هسكت وهبحث وهعرف لك كل حاجة. انا مش عاوزك تقلق من حاجة خالص لاني عارف نقطة ضعف لالا واعتبر ان اللي انت عايزه تم خلاص. وبيسأله انت عاوز تقابل ملاك الاراضي امتى؟ وسيهان بيقول له في اي وقت عادي يعني. وزكريا بيقول له بكرة هيكون مناسب ليك؟ وسيهان بيقول له تمام مفيش مشكلة خالص. وزكريا بيقول له خلاص اعمل حسابك هروح انا وانت بكرة نقابلهم. وهنا بيكلم زكريا لالا في التليفون وبيقول له بكرة انا وانت هنكون شركاء بنسبة 50%. ولالا بيقول له من غير رغي كتير قولي اللي عندك على طول. وزكريا بيقول له استعد لإطفاء نيران انتقامك. ولالا بيقول له انت بتتكلم جد؟ وزكريا بيقول له طبعا بتكلم جد، انا خلاص حددت ميعاد لاجتماع سيهان مع مريد شاه وده هيكون بكرة وبمجرد تأكيد الميعاد هقولك على الجديد واعمل حسابك بكرة تيجي وانت عامل كل استعداداتك وما تبقاش تقول ان انا ما قلتلكش. ولالا بيقول له ما تقلقش انا هكون على اتم الاستعداد، عرفني انت بس بالميعاد ومالكش دعوة بالباقي. وزكريا بيقول له تمام ماشي بس نصيحتي ليك انك تحط رجالتك في اماكنهم قبل ما نوصل على هناك لان ساعتها هتكون المهمة اسهل بكتير. ولالا بيقول له تمام ماشي وبيقفل معاه وبيسأل اسكندر لالا كل حاجة تمام؟ وبيقول له لالا جه الوقت اللي هطفي فيه ناري وهاخد بطار ابني زين القصر
القصر لأننا هنحتفل كلنا بموت سيهان بكرة. وسوريا بتسمع لالا وبتحس بالسعادة، وبيقول لالا لاسكندر أنا عندي خبر حلو قوي ليك. واسكندر بيقول له خير، ولالا بيقول له أنا قررت أجوزك رانيا. واسكندر بيفرح قوي ولالا بيمشي. وسوريا بتنادي على اسكندر وبتقول له الإنسانة اللي ابني مات بسببها أنا عايزة أشوف الأشواك في حياتها، خليها تعاني لدرجة إن النفس يكون مؤلم بالنسبة لها، عاوزك تخليها تتمنى الموت وما تطلوش. واسكندر بيقول لها تمام اللي تشوفيه. وسوريا بتقول له بمجرد ما يتم الجواز اطلق سراح وزير، لكن أول ما يخرج من عتبة القصر اضربه بالنار. واسكندر بيقول لها حاضر. وهنا بيكونوا معلقين لوزير المحلول ونايم على رجل أخته، ورانيا بتكون حزينة جدا على حالهم اللي وصلوا له ده. وهنا بيمسك سيهان صورة باباه وبيقول له أنا عارف إنك سامعني وزي كل مرة برضه مش هترد عليا، واتضح إنك طلعت غلطان مرة تانية لأنك قتلت إليف علشان تنقذ حياتي، لكن مع الأسف أنا فقدت حياتي يومها لأنها كانت بالنسبة لي هي الحياة. وهنا بيقول سيهان لزكريا بلغت الناس إننا رايحين لهم؟ وزكريا بيقول له أيوة وهما دلوقتي مستنيينا. وسيهان بيقول لسجاد انت هتروح مع زكريا على هناك وهتكون متنكر في هيئتي وهتقابلهم بدالي. وزكريا بيتصدم وبيقول لسيهان بس هما، وبيقطع سيهان وبيقول له هما ما يعرفونيش، وحتى لو يعرفوني انا مش مهتم. فبيقول له زكريا بس، سيهان بيقطع وبيقول له من فضلك ما تتدخلش. وبيقول سيهان لسجاد وافق على كل اللي هيقولوا لك عليه وده بالنيابة عني طبعا. وزكريا بيقول لسيهان انت ليه عاوز تعمل كده؟ وسيهان بيقول له في ايه؟ انت مالك النهارده مش مظبوط ليه؟ وزكريا بيقول له لان بسبب افعالك الطفولية دي احنا هنخسر ملايين الروبيات، انت ليه مش عايز تفهم؟ وسيهان بيقول له مع الاسف انا فهمت كل حاجة وعاوزك تيجي معايا عشان اشرح لك. وبيقول لسجاد روح انت نفذ اللي طلبته منك. وزكريا بيقول لسيهان طب ادخل انت وانا جاي وراك، لكن سيهان ما بيرضاش يسيبه وبيقول له تعالى ورايا حالا. وفعلا زكريا بيروح وراه، وهنا بتكون إلهام في طريقها لسيهان وبتكون مبسوطة جدا وحاسة بالسعادة. وهنا بيقول سيهان لزكريا لما يقول شخص لشخص انه بيثق فيه بدون سبب ده معناه انه مش بيثق فيه اصلا. وبيقول له اكيد بابا ما قالكش ولا مرة انه بيثق فيك لانه كان بيثق فيك فعلا، انت الوحيد اللي انا كنت معرفه طريق المطار. ازاي لالا عرفه وازاي رجالته وصلوا على هناك؟ وبيقول له اصغر وبعض رجالتنا ماتوا وانا اتصبت وانت الوحيد اللي خرجت سليم. ازاي ده حصل؟ وده نفس اللي حصل مع بابا برضه وانت نجيت من هناك وهو اللي مات. وزكريا بيحس انه اتكشف لكن بيحاول ينقذ نفسه وبيقول لسيهان وهتكون قصدك ان انا اللي ورا كل ده. وسيهان بيقول له طب استنى هقولك اكتر، شايف الملف ده فيه كل سجلات مكالماتك اللي دارت بينك وبين لالا؟ وزكريا بيقول له ايوه انا كنت بكلمه يعني بخصوص شغلنا وده طبيعي في مجالنا. وسيهان بيقول له تعرف المفتش مظهر؟ وزكريا بيتخض وبيرجع سيهان فلاش باك. وهنا بيروح المفتش ومعاه بهرام لسيهان وبيقول له انه يبقى واحد من رجاله لالا اللي عنه منه. وبيقول المفتش لبهرام قول لسيهان على كل اللي انت قلته لي. وبيقول بهرام لسيهان في اليوم اللي باباك مات فيه وصل لاسكندر اتصال من زكريا، وبعدها اسكندر خد لالا وخرجوا بسرعه، وبعدها اكتشفت ان لالا قتل باباك. وبعد ايام جه زكريا على القصر عشان يقابل لالا وكان دراعه متصاب ومعرفش بصراحه هم اتكلموا في ايه، لكن اللي اعرفه ان زكريا خرج بشنطه مليانه فلوس. وبيرجع سيهان للواقع وبيقول لزكريا وعشان كده انا حطيتك تحت المراقبه الدقيقه. وبيتصل سجاد على سيهان وبيقول له كويس انك ما جيتش معانا لان رجاله لالا هاجمونا ولالا كان معاهم، لكن للاسف هو نجح في الهروب مننا. وفي نفس الوقت بيرن تليفون زكريا وبيقول له سيهان رد على لالا وبيديله ظهره. وزكريا بياخد المسدس بتاع سيهان وبيرفعه عليه وبيقول له انت فعلا طلعت ذكي جدا وانا اللي ورا كل حاجه. وسيهان بيقول له طب وليه عملت كده؟ وزكريا بيقول له لاني مش عايز افضل عايش حياتي كلها بهز ديلي وراكو زي الكلب، وكنت عايز اكون ملك الامبراطوريه دي كلها وانا اللي احكمها زي ما انا عاوز. وبيضرب عليه النار لكن بيتصدم ان المسدس فاضي. وسيهان بقى هو اللي بيخلص على زكريا وإلهام بتدخل في اللحظة دي وبتبص لسيهان بصدمة. وبس كده لحد هنا وبيخلص الجزء ده من مسلسلنا. ولو عاوزين تعرفوا اللي هيحصل بعد كده استنوني في ملخص الجزء الجديد وإن شاء الله مش هتأخر عليكم. ويا ريت كل اخواتي يواظبوا على الصلاة في مواعيدها. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك، ولو أول مرة تتفرجوا علينا يا ريت تعملوا لنا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد بنقدمه، وإن شاء الله اللي جاي هيعجبكم أكتر وأكتر.